بالتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر والذكرى الخامسة للشهيد البطل العميد ناجي عايض، شهد ملعب مأرب الرياضي ختام البطولة الكروية التي نظمتها قيادة المنطقة العسكرية السابعة بمشاركة 12 فريقا رياضيا. جرت المباراة الختامية بين فريقي اللواء 72 وكتيبة الاحتياط، أسفرت عن فوز فريق اللواء 72 بهدفين دون مقابل. مدير عام الشباب والرياضة علي حشوان، ومدير دائرة الرياضة العسكرية بوزارة الدفاع العميد عبد الرقيب القحطاني، وشقيق الشهيد خالد عايض، أشادوا بهذه البطولة التي تجسد روح الوفاء لتضحيات الشهداء الأبطال، مؤكدين أن هذه البطولة تمثل انطلاقة لفعاليات رياضية أوسع خلال المرحلة المقبلة. نحن سعداء اليوم ونحن نختتم هذه البطولة اللي شارك فيها 12 فريق لمدة أسبوعين، والتي أيضا تتزامن مع الذكرى الاستشهاد الشهيد. نحن سعداء في إطار الشراكة ما بين مكتب الشباب والرياضة ودائرة الرياضة العسكرية وما بين الشعب الرياضية في كافة المناطق العسكرية. هذه الفعالية التي نقيمها اليوم هو تجسيدا لروح الشهداء الذين أو لدماء الشهداء الذين بذلت لهذا الوطن، ثم أيضا رسالة لأبنائنا في القوات المسلحة، سواء كانوا على جبهة القتال أو في أماكن أخرى في ميادين التدريب. هي عبارة عن رسالة بأننا في استمرار البناء والإعداد والتضحية المستمرة. هذه الرياضة أو عبارة عن مدرسة للانضباط، وأيضا تجسيد لروح القتال، وأيضا نستطيع أن نقول بأنها تخليد لهذه البطولة التي تقيمها اليوم للشهداء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم. تنظيم هذه البطولة باسم الشهيد البطل ناجي عايض، وهذا فخر وفاء منهم للشهداء جميعا وليس للشهيد وحده فقط، ومكسب كبير لجميع منتسبي المنطقة، واستفادوا جدا المشاركين في هذه البطولة. في ختام المباراة جرى تتويج فريق اللواء 72 بكأس البطولة والميدالية الذهبية. تساهم كرة القدم في رفع معدلات اللياقة البدنية والقدرة على العمل بفعالية في مختلف الظروف. لقناة عدن الفضائية، محمد القداسي، محافظة مأرب.